من نهار 88 نهار 88 كي دخلت الوجده اقسم لك بالله نهار 88 حسبت روحي راني في كاليفورنيا. في 88 كي دخلت الوجده. قل لي ايش شفت في وجده؟ ايش اول حاجه لفت نظرك في وجده؟ انا يا شوف غادي نقولها لك، غادي نقولها لك بواحد الطريقه تاع نكته بصح شاولا فهمني. انا يا نهار اللي تحلت الحدود صاي حسبت روحي مت والقيامه قامت ورب العالمين دخلني الجنه. قعدت نحوس على الملائكه كي نلقى الشجره ندور نقول بالك هنا غادي نلقى عمر بن الخطاب، بالك هنا غادي نلقى ابو بكر الصديق. باسكو صاي انا قلت صاي القيامه قامت ودرت الخير في حياتي وربي دخلني الجنه. قعدت نحوس على عمر بن الخطاب، تولاو صحاب وجده يقولوا لي شكاين، نقول لهم وراه عمر بن الخطاب، يقولوا لي عمر بن الخطاب واش راك في عقلك؟ نقول لهم علاه مانيش في الجنه؟ يقولوا لي لا هذه غير وجده، راك عاده في الدنيا. شك يا ما راني عاده في الدنيا، انا حسبت القيامه قامت وربي دخلني الجنه. قعدت نحوس على ابو بكر الصديق في وجده، قعدت نحوس على رسول الله وعمر بن الخطاب. وراهم يا جماعه ندخل المرشي نسقسي الناس، جماعه ورا عمر بن الخطاب باغي نشوفه نسلم عليه انا مسلم. حسبوني مهبول تيقولوا لي شوف ابو بكر الصديق والسي محمد راك في عقلك؟ نقول لهم علاه مانيش في الجنه؟ يقولوا لي لا هذه غير وجده. شوالا وجده؟ نقول لهم انا والله العظيم انا حسبت صاي القيامه قامت ورب العالمين دخلني الجنه. اختي لو سمحت اسكت شويه. الله يرحم والديك، بس اسكت دقيقه بس يرجع لي النفس. الله يرحم والديك يا سفيان. بصح كي عاود وليت بلادي لقيت ابا لهب هو وتبون. لقيت ابا لهب وحمالة الحطبي. لقيت حمالة الحطبي. تاع شكون حمالة الحطبي؟ هذيك اللي قاعده تهضر على تبون وتقول لك تحيا تبون. حمالة الحطبي في جيدها حبل من مسد، ساكنه في الجزائر. هيا ما تعاودش تقول لي غندخل السبيطار ثاني. على سلامتك على سلامتك. لحظه يا سفيان لحظه، خليني افهم انت يعني ليله ما دخلت انت وجده وشفت عالم غير العالم، انت حلمت فعلا ولا فكرت هكذا احلام يقظه؟ انا يا شوف انا يا غادي نقولها لك قلت لك بكل صراحه، انا حسبت القيامه قامت وصاي يوم القيامه ورب العالمين حبس الدنيا وصرا الحساب والعقاب وربي جازاني باسكو انني مسلم ودخلني الجنه. ندور في وجده ونحوس على ابو بكر الصديق. صاي نسيت البنان ونسيت الدلاع ونسيت النواد كاجو، قعدت نحوس على ابو بكر الصديق وراه باغي نشوفه يا جماعه. تولاو انا وليت وين ما نلقى كاس شجره نقول صاي هنا غادي نلقى عمر بن الخطاب راكز عليها مجمع. نعاود نتمشى شويه نشوف نخله نقول هنا غادي نلقى عمر بن الخطاب مجمع راكز. ندير هكا ما كانش. توليت نسقسي في الناس، جماعه باغي نسقسيكم ما شفتوش عمر بن الخطاب بارازار؟ خطاب بارازار؟ يقولوا لي راك مسطي ولا راك في عقلك؟ بصراحه خليني اسالك سؤال بس جاوب بصراحه. تفضل. انت من ضمن الذين التقطوا صور تذكاريه مع الدلاع ولا لا؟ ودي غير صور. انا نقول لك نحوس على عمر بن الخطاب وانت تقول لي صور. انا نقول لك حاسب روحي راني في الجنه وانت تقول لي صور. طيب كم قعدت في الجنه قبل ان يطرده؟ هذه غير وجده.
انا لو كان رحت الكازا ورحت ذاك الوقت لطنجة والرابعة، لا البرزخ ديريكت، البرزخ ديريكت. اصاي على بالك ما نولي نحوس على رسول الله، خاطر نولي نقول راني في المقام المحمود. ولو كان رحت لكازابلانكا المقام المحمود. طيب ايش كان شعورك بعد ما صحيت من الحلم الجميل هذا ولقيت نفسك في الجزائر؟ يا ودي انا عرفت باللي عاود ربي ردني لجهنم، عاود رب العالمين ردني للحقيقة، ردني لجهنم، إلى عند أبو لهب، عاود ردني عند حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. يا ربي يا الله من هذا الرجل. من وجده كي عاود وليت الجزائر، الأولى اللي شفتها في الجزائر حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سفيان تفضل. سفيان، ما رأيك نلتقي أنا وأنت في المغرب يا أخي؟ بس أنا خصك دير لي الإبرة قبل ما نروح. إيش أعمل لك إبرة؟ سكرني تعمل له تنويم. دير لي تنويم، خصك دير لي تنويم باش غير بشويه عقلي يتقبل. خاطر لو كان تديني ديريكت غادي نولي لك هبيل. خاصك غير بشويه وما تدينيش ديريكت الكازا، خاصك تديني غير بشويه، تديني عند هذوك المناطق بشويه باش عقلي يستوعب، عقلي يتقبل. خاطش غادي لو كان تديني ديريكت لهاد البلايص عقلي غادي يصرى له ان شوك ايموسيونيل. ايوه صدمه. طيب انا اتمنى ان انا القاك في المغرب، والله العظيم ادوز انا وانت رحله. والله ماذا بيا غير انا اعتبرك مسحور، هو هذا السحر المغربي خلاص، انت خالص. شوف انا ممتن ومعترف وإنسان مديون للمغرب على كل شيء اللي قدمه، وراني قلتها لكم يا خوتي المغاربة، راني نقولها لكم من هذا المنبر، ما تديروش على هادو اللي ماشي مربين ويطيحوا كل شيء، هادو ما يمثلوناش. احنا الجزائريين باسمي وباسم كل الأحرار أقسم لكم بالله العلي العظيم مديونين للخير نتاعكم اللي قدمتوه لنا، ومعترفين بالخير اللي قدمتوه لنا. وأي حاجة دارها هاد الذباب الإلكتروني بالطياحة وبهذاك السب والشتم سامحونا. وهنا أختم هذا اللايف بعد معاناة شديدة مع الكحة. الله يسامحك يا سفيان، أنا ما أدري منين طلعت لي أنت، والله لم أضحك في حياتي كهذه الضحكة اليوم. خلاص يعني إنك رأيت نفسك قامت القيامة